السلام عليكم حبابي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. نتوما كتشاهدوا الفيديو ديال اليوم. عواش راكم مبروكه، والله يبلغكم رمضان ان شاء الله وانتم باحسن الاحوال. اليوم ان شاء الله بغيت نقترح عليكم الزميطه او السفوف او السلوك كلها وكيفاش كيسميها. المهم كتجي معلكه زوينه، مقومه، مذاقها رائع. نتمنى ان شاء الله تبقاو معايا حتى لاخر الفيديو باش تشوفوا المراحل كامله، ونتمنى ان شاء الله يعجبكم وتجربوها بهذه الطريقه اللي درت. المهم نبداو على بركه الله. اولا كناخذوا الدقيق، كل واحد وشنو كيبغي يدير. كاين اللي كيدير دقيق القمح الكامل، كاين اللي كيدير الفورس بوحدو، وكاين اللي كيخلطهم بجوجهم. انا هنايا خديت كيلو ونصف ديال الدقيق، عندي كيلو ديال الفورس ونصف كيلو ديال دقيق القمح الكامل اللي من بعد ما كنغربلو. يعني دقيق القمح كنغربلو وكنحيد منو ديك النخاله وكنحمرو بحال هكا، بحال هاد الطريقه هذه ديال الفورس. كنبداو كنديرو في واحد الكوكوط وعلى نار مهيله، وانتم كتحركوا ضروري من التحريك، يعني ما تحبسوش من التحريك، خاصكم تحركوا مزيان مزيان باش هكا كيتحمر لكم كامل وكياخذ واحد اللون موحد. المهم بحال هكا انا كيعجبني اللون ديالو يكون بهذا الشكل هذا، يعني هكا. وباش كتعرفوا ان اللون غادي يجيكم مزيان وهو هذاك، كتاخذوه في واحد الطبيصيل وكتخلطوه بقطرات ديال الزيت ولا مع الماء، كيبان لكم اللون اللي بغيتو نتوما في الزميته ديالكم. انا كنبغيه بحال هكا. المهم الدقيق درت كيلو ونصف ديال الدقيق ما بين الفورس ودقيق القمح الكامل، كتحمروه بهذه الطريقه اللي قلت لكم في الكوكوت. كيجي ساهل واحسن من انكم تحمروه في الفرن، وكيبقى لكم الاختيار. من بعد ما كتحمروه ضروري اننا نغربلوه. يعني كنحيدوا منه هذاك الشيء اللي كيبقى، غادي نلوحوه وكنحتفظوا بالدقيق ديالنا. يعني كيبقاو بحال هكا هاد الكويورات صغيورين. ضروري انكم تغربلوا اي حاجه غنخدموها غنغربلوها. ندوزو ان شاء الله دابا باش نحمروا الزنجلان ديالنا. انا درت كيلو ونصف ديال الزنجلان. في نفس يعني الكوكوت كنحمر الزنجلان مع التحريك المستمر حتى كياخذ لكم واحد اللون موحد. ندوزو دابا باش غادي المهم المراحل مرحله بمرحله. انا هنا خديت لتر ديال الزيت مخلط ما بين يعني زيت البلديه وشويه ديال، يعني انا عندي غير زيت البلديه غالبه على زيت النباتيه. سخنته واحد شويه وندوزو باش نخدموا السفوف ديالنا. هنا الزنجلان ديالي من بعد ما كيتحمر ليا، ضروري يتحمر كامل باش كياخذ لكم لون واحد وكيجي يعني طايب وزوين. طحنته يعني غير في الطحانه العاديه ديال العطريه، يعني طحنته هكا في الدار في الطحانه ديال العطريه. ماشي بالضروره حتى كيطلق الزيت ديالو، انا خليته بحال هكا يعني باقي مهرمش شي شويه. صافي الزنجلان ديالي هو هذا. غادي نضيف ليه اللوز. اللوز هنايا كتاخذوا اللوز وكتديروا عليه الماء طايب، كتحيدوا القشره ديالو وكتقليوه على زيت اللي تكون يعني سخونه شي شويه حتى كياخذ لكم هذاك اللون هذاك، وكتهرمشوه يا اما طحنوه في الهاشوار اولا في الطحانه ديال العطريه. المهم اللي بغيتو. انا خليته بحال هكا يبقى مهرمش شي شويه، يعني ماشي طحنته مزيان، وانتم لكم الاختيار. وصافي ملي تكونوا كتقليوه قليوه بالخاطر باش كيدخل ليه الطياب حتى لداخل. درت كيلو ديال اللوز. هنايا غادي ندير نصف كيلو ديال الكاوكاو اللي كيكون عندنا بالقشور ديالو. درت له نفس الطريقه ديال اللوز، كنديروا ليه الماء طايب وكنحيدوا له القشره وكنقليوه في نفس الزيت اللي كتكون يعني سخونه وعلى على حراره اللي تكون متوسطه حتى كيتحمر لينا مزيان وكيطيب. وكنطحنوه بنفس الطريقه وصافي. يعني ما بغيتش نكثر عليكم المراحل بزاف باش ما يجيكمش الفيديو طويل. انا خليت لكم كل حاجه وقلت لكم كيفاش درت ليها. ضفت هنايا نص كيلو ديال الكاوكاو. هنايا غادي نضيف نصف كيلو ديال الكاوكاو هذا الاحمر اللي كيكون صغير هكا بالقشور ديالو. حمرته غير في الفران، حيدت له القشور ديالو وطحنته حتى هو في الطحانه ديال العطريه حتى طحنته مزيان، يعني ولا لي بحال هكا. يعني في المجموع درت كيلو ونصف ديال الزنجلان وكيلو ديال اللوز ونص كيلو ديال الكاوكاو اللي بالقشور ديالو اللي قليته في الزيت، ونصف كيلو ديال الكاوكاو هذا الاحمر الصغير اللي حتى هو يعني طحنته في الاخير. كنبداو انا كنبدا يعني هكا هاد المراحل حاجه مورا حاجه باش هكا تشوفوا معايا يعني كل حاجه كيفاش درت ليها. هنايا غادي نضيف 250 غرام يعني تقريبا ربعه ما بين إلان والصوجه. يعني هنايا ما خليتهمش صراحه باش نوريهم لكم. مهم إلان والصوجه راهم معروفين، كتاخذوهم من عند العطار وكتحمروهم هكا حتى هما في الفرن. يعني ماشي غيتحمروا غير غيسخنوا لينا باش كيسهلوا علينا من نبغيو نطحنوهم، وكطحنوهم عند العطار وتا هما كيجيو زويونين. يعني رابعه تقريبا. هنايا عندي رابعه ما بين
النافع عندي النافع البستاني والنافع البلدي وحبة حلاوة 250 غرام ما بيناتهم بثلاثة. كتاخذوهم حتى هما من العطار وكتسخنوهم شويه هكا في الفرن وكطحنوهم. وضروري عندي هاد النافع واللان والصوجا من بعد ما يطحنوا كتغربلوهم مزيان، يعني كتغربلوا كل حاجه باش هكا الزميطه ديالكم ما كيجيش فيها هذاك تخافوا انها تبقى شي حاجه يعني قاصحه ولا حرشه. صافي هادو هما. دابا غادي نزيد واحد الكوزه يعني غادي ندير غير النص ديالها، غادي نحكها هكا في الحكاكه رقيقه. ودابا غادي نضيف سكر كلاصي، كل واحد باش كيحلي الصفوف ديالو. انا هنا درت تقريبا نصف كيلو ديال السكر كلاصي، يعني ما كاملش، يعني الحلاوه كتبقى على حسب الذوق ديال كل واحد. صافي غادي نضيف هاد العناصر هادو مع بعضياتهم، وغادي نضيف الدقيق ديالي اللي قلت لكم يعني حمرته وخدا ليا هاد اللوين هذا مزيان. انكم تحمروه بيديكم وتبقاو تحركوه شويه بشويه حتى ياخذ لكم لون واحد، وكتجيكم الزميطه ديالكم كامله اولا الصفوف ديالكم لون واحد زويون. صافي هنا من ضفت العناصر كامله مع بعضياتها غادي نضيف الزيت. انا قلت لكم تقريبا اللتر ديال الزيت اللي درت. كاين اللي كيدير الزبده وكاين اللي كيدير الزيت البلديه غير بوحدها، وكل واحد واللي متوفر عنده. دابا غنديرها في واحد الاناء كبير ونخلطها بالخاطر. صافي من بعد ما خلطتها مزيان ودخلت فيها ديك الزويته كنخلي القرفه هي اخر حاجه، وكندير تقريبا درت هنا 3 المعالق كبار ديال القرفه. ودابا كنحاول هكا يعني ندخل فيها ديك القرفه مزيان وصافي، وكنعجن هذيك الصفوف مزيان بيدي حتى كيولي ليا هكا، وكل واحد وكيفاش كيبغي الزميته ديالو كيف ما قلنا في الاول. زيت وكاين اللي كيخليه بحال هكاك، كاين اللي كيخليه ناشف اكثر من هكا. في الاخير كنضيف شويه ديال الزنجلان اللي بقى لي محمر، بغيتو هكا كيبقى صحيح كنضيفو في الاخير. كتضيفوا شويه ديال اللوز. المهم نتوما ولكم كل الاختيار، ويعني ماشي بالضروره ديروا هاد الكميه كامله، ممكن ديروا غير النصف ديالها. وصافي كتعجنوا هذيك الزميته ديالكم مزيان وكتوجد لينا. وهي هذه نتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم، ونتمنى تجربوها بنفس الطريقه كيف ما قلت لكم. صراحه كتجي زوينه بزاف. نتمنى اللي باقا ما دارش الصفوف ديروا بهاد المكونات وبهاد الطريقه اللي درت، ونتمنى ان شاء الله نكون خفيفه عليكم كيف ما كنقول لكم ديما، وتكون عجبتكم الوصفه نتاع اليوم. نتقاسم معكم الزميته ديالي كيفاش جات. ممكن تقدموها بحال هكا يعني في الطبيصلات اللي كيبغي ياخذ شويه هكا مع كويس الاتاي. صراحه كتجي زوينه، ما نزيدش نشكر فيها بزاف. نتمنى ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو ديال اليوم، وشكرا لكم بزاف على الدعم ديالكم. لا يخطيكم، خليت لكم الراحه. عواشركم مبروكه ورمضان كريم. صلاة وحدة بعشرة، صلاة وحدة بعشرة.